اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميره احمد ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني او تزوروني فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. النهارده انت جايبه لنا ايه يا اميره؟ النهارده عامله لكم صينيه كيكه حلوه قوي بالبرتقال. طريقه كيكه سهله سريعه، 10 دقايق تكوني محضراها، مش هتاخدي وقت اطلاقا فيها، هتطلع هشه وتحفه جدا معاكي. ونقول المقادير بتاعتنا، نقول بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. مقاديرنا ايه يا أميرة؟ معايا كوباية من عصير البرتقال البيور. العصير البرتقال ده انا مش ضرباه في الخلاط، عاملاه بالعصارة بتاعة البرتقال، معلوش اي اضافات ولا مية ولا اي حاجة، ده برتقال صافي. تمام كده. معايا كوباية من الدهون، زيت على سمنة. لو حابه ان انت تحطي زيت بس تمام، سمنه بس تمام، هتطلع كده وكده حلوه معاكي وهتبقى زي الفل. انا حطيت تلتين زيت وتلت سمنه. تمام كده. معايا كوبايه وربع او اقل من النص شويه سكر، او حسب رغبتك حسب ما بتحبي. معايا 3 بيضات، معايا علبتين زبادي، معايا بيكنج باودر، ومعايا الفانيليا. اجيب بقى شفشق الخلاط. شفتوا بقى الطريقة بتاعتي سهلة وسريعة وجميلة ازاي؟ اقول بسم الله الرحمن الرحيم واجيب شفشق الخلاط بتاعي وانزل بالثلاث بيضات بسرعة كده. تمام. انزل بكوباية البرتقال اهي، انزل بالسكر بتاعي. شفتوا بقى اسهل واسرع من كده اهو. تمام. انزل بالمادة الدهنية بتاعتي، الزيت على السمنة. تمام كده. انزل بعلبتين الزبادي، معايا زبادي بلدي او اي زبادي عندك، حابه ان انت تحطيها حطيها. هنزل بالعلبتين الزبادي كده. اهم حاجه يا جماعه ان كل المكونات عندك تكون بدرجه حراره المطبخ. البيض بتاعك اهم حاجه يكون بدرجه حراره المطبخ. تمام. ما ينفعش يكون عندك حاجه ساقعه عشان ما تفصلش البيض او تفصل الزبده او السمنه او كده. لازم تكون كل حاجه بدرجه حراره المطبخ. حطينا كل المكونات بتاعتي اهي. هنزل كده هنا بشوية من الفانيليا، يعني ربع كده معلقة من الفانيليا. تمام. معايا معلقة من الخل. الخل مادة رفع يا جماعة، حلو قوي. تمام كده. هدمج بقى كل المكونات بتاعتي دي في الخلاط وهرجع لك تاني اقول لك احنا هنعمل ايه. يلا بقى حبايبي، انا كده معايا هنا بولة ومعايا مصفى. معايا هنا بقى الدقيق بتاعي، هعاير 3 كوبايات من الدقيق بالمعيار بتاعي اللي انا معايره بيه. انت بقى ممكن تعايري بالمكيال ده، ممكن تعايري بكوبايه، ده وده مقاس واحد. تمام كده. انا معايا 3 كوبايات، معايا 3 كوبايات من الكوب المعياري ده. تمام اهو. انزل بيهم هنا كده وانخلهم نخل كويس جدا. اهم حاجة يا جماعة ادخل الهواء في الدقيق بتاعي علشان الكيكة بتاعتي تطلع ناجحة. تمام. هاجي هنا كده هاخد معلقة، ثواني كده، هاخد معلقة كبيرة من البيكنج باودر معايا اهو، عشان الدقيق بتاعي يطلع فيه هوا كده يا جماعة، ان انا اقدر ان انا انزل فيه الخليط بتاعي علشان الكيكة بتاعتي يبقى فيها هوا بالطريقة دي كده. تمام. ونخلط كده يا جماعة البيكنج باودر بتاعي في الدقيق بالشكل ده كده. نجيب بقى الخليط، نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اخلطه كويس جدا يا جماعة، متسيبش فيه اي تكتلات. ريحتها حلوة قوي، تحفة جدا. اخلطي كويس، ما تسيبيش اي دقيق ولا اي تكتلات فيه عشان الدقيق ما يبقاش مخرز ولا تبقى مخرزة ولا الكيكة بتاعتي تبقى مخرزة اهو.
ريحتها حلوه قوي يا جماعه. كيكه بالبرتقال تحفه جدا. وده القوام اللي انا عايزاه يا جماعه اهو. زي ما انت شايفه كده. اشيل بقى المضرب بتاعي ده واجيب الاسباتيولا عشان انزل في الصينيه. دي الصينيه اللي انا بحب اسوي فيها الكيكه كده. ما بحبش الارتفاع بتاعها يبقى عالي قوي، بحبها تبقى بالارتفاع ده كده. هنزل هنا كده، انا دهنتها دهنه زيت، حابه تحطي دقيق حطي، انا واثقه في الصينيه بتاعتي وعارفه ان هي. عشان كده بحب ان انا اعمل الكيكه يا جماعه في حاجه ألمونيا. ما بحبش اعملها لا في تيفال ولا في جرانيت. انجح كيكه عايزه تنجحي الكيكه معاكي او تطلع معاكي صينيه كيكه واو، اعمليها في صينيه ألمونيا. سيبك بقى من شغل التيفال والجرانيت والكلام ده كله. الجرانيت والتيفال ما بيطلعش الكيكة احسن حاجة. الكيكة لما بتطلع ناجحة واحسن حاجة بتطلع من الحاجات القديمة بتاعتنا دي، بتاعت امهاتنا وجدودنا، وبتاعت اللي احنا طول عمرنا متربيين عليها. لا كان في جرانيت ولا كان في الكلام ده يا جماعة. اخبطها الخبطة دي كده تمام. اطلع الهواء منها واخش في الرف الوسطاني درجة حرارة 180. هتاخد معايا من ربع ساعة لتلت ساعة، وان شاء الله اول لما تطلع هوريها لكم. وكده يا ولاد انا دخلت صينية الكيكة الفرن، وعلى ما صينية الكيكة تتعمل اكون انا عملت شوية عصير تحفة عظمة. فيتامين سي ملوش حل، يتشرب جنب الكيكة بتاعتنا. تمام كده. ايام المذاكرة اللي احنا فيها دي محتاج تغذية جامدة جدا للاطفال، تغذي مخهم وتغذيهم هم قاعدين بيذاكروا. فدايما لازم عايزين نعمل لهم الحاجات الطبيعية، الحاجات اللي ربنا خالقها. ما نجيبش الحاجات الصناعية او المواد الحافظة ونأكلها لولادنا، لا. احنا عايزين نجيب الحاجات اللي طالعة من الارض، اللي ربنا خلقها لنا، فيها فوائد وفيها كالسيوم وفيها فيتامينات وفيها فيتامينات وكل الكلام ده كله. فاحنا انا النهارده قررت ان انا اعمل جنب صينيه الكيكه بالبرتقال، بمناسبه ان هي بالبرتقال، اعمل شويه عصير عظمه برتقال بالجزر. طبعا مش هنشرب كل الكميه اللي احنا هنعملها دي، انا هعمله وهخزنه في الفريزر، وفي نفس الوقت هنعمل ونشرب جنب الكيكه. يلا نقول بقى على الطريقه. ابدا الاول واقول بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا بالجزر بتاعي. امسك الجزر بتاعي كله بالشكل ده كده اهو، اقشره كله. ليه انا بدأت بالجزر؟ علشان الجزر بتاعي انا هحطه يتسلق على النار، فالبرتقان هيبقى اسهل حاجة طبعا. اهو هقشره كله بالشكل ده كده وهقطعه اي تقطيعة اللي انت عايزة تقطعيها قطعيها، المهم ان الجزر ده عايز يتسلق. بعد ما نقطعه ونقشره هنسلقه سلقة حلوة جدا، ومش هنرمي المية بتاعته عشان هنعصره بيها. كل الفوائد والفيتامين السي مش هنديله فرصة يهرب مننا، احنا عايزين كل الفيتامين اللي فيه. عيالنا غلابة وبيذاكروا، عايزين فيتامينات، عايزين مغذيات، فهنجيب لهم بقى ايه الفيتامينات من الحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا. تمام تمام. وبكده حبايب قلبي انا كده قشرت الجزر بتاعي وعملته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. قشرته وقطعته، قطعته حلقات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وغسلته كده. حطيته هنا بقى في حله هنزل عليه بميه، مش اكتر من ميه. مش هحط سكر ولا هحط اي حاجه خالص، وهاخده وهرفعه على النار. هو هياخد معايا من ربع ساعه كده، مش اكتر من كده، والجزر بيستوي بسرعه. تمام. هرفعه بقى على النار واجيلكوا تاني اقول لكم هنعمل ايه في البرتقال. بعد ما حطيت بقى الجزر بتاعي يا جماعة على البوتاجاز، همسك بقى البرتقان بتاعي بالشكل ده كده. انا مش عايزة البرتقان بتاعي يبقى فيه اي جلد من الابيض ده، مش عايزة فيه حاجة من الابيض ده خالص يا جماعة، لانه بيعمل مرارة. وما تنسوش ان انا هعين من العصير ده في الفريزر
فهيعمل مرارة ومش هيبقى احسن حاجة. تمام. فلازم ان انا وانا بقطع اشيل كل الحاجات دي. البيضة دي، الابيض ده ما بيبقاش احسن حاجة بيتقل العصير وما بيبقاش حلو، وما بيبقاش طعم البرتقال حلو بيه خالص. فلازم ان انا اتخلص منه كده اهو كله، اهو بالشكل ده كده. تمام اهو. هتبقى البرتقانية بالشكل ده كده. قطعيها بقى التقطيعة اللي انت تحبيها، اللي هي الخلاط بتاعك هياخدها. تمام اهو بالشكل ده كده. هنقطعها بالشكل ده كده. هعمل بقى كل الكمية دي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وارجع لكم تاني يكون الجزر اتسلق، ونرجع نشوف هنعمل مع بعض ايه. وبكده حبايب قلبي انا قشرت كل كمية البرتقان اللي معايا. يلا بقى نجيب الخلاط بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. انا يا جماعة لسه ما حطيتش سكر خالص، لا على جزر ولا على اي حاجة. يلا بقى نشوف كمية السكر اللي احنا هنحطها، ونجيب الخلاط بتاعنا واللي احنا هنشتغل بيه. يلا بينا. وبكده يا حبايب قلبي بقى الجزر بتاعي اتسلق بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو. اتسلق وبقى حلو جدا. وال والبرتقال بتاعي كده جاهز. اجي بقى هنا كده اخد الجزر بتاعي في شفشق الخلاط، واقول بسم الله الرحمن الرحيم بميته بكله اهو. تمام. اخد جزء منه كده افرمه في الشفشق بتاع الخلاط. تمام. نيجي هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده يا جماعة اهو. طبعا الجزر بتاعي مش هيتصفى ولا اي حاجة. انا ليه عملت الجزر الاول؟ علشان اسيب منه جزء من المية بتاعته في شفشق الخلاط اضرب بيه البرتقال. هو كده اتضرب معايا كويس جدا. تمام. هاخد بقى نص المقدار ده احطه في بوله او في بلاستيكيه او في اي حاجه، واسيب النص التاني عشان اضرب فيه البرتقال. زي ما احنا شايفين كده اهو. هنزل بالبرتقال بتاعي عشان انا عايزاه مركز يا جماعه. هاخد على قد ما هنشرب، والباقي هيتعين في الفريزر مركز. تمام كده اهو. اهو انا ما فصلتش معاكي ولا اي حاجه خالص، عشان تشوفي كل المكونات بتتعمل ازاي. كده انا عملت كل الكميه اللي عندي يا جماعه. تمام كده. ومعايا هنا بوله وفيها مصفى، واصفي كده شويه اهو. سيبها كده بس على جنب. هنزل هنا بقى في الشويه اللي باقيين معايا هنا. انا كده ما حطيتش سكر خالص يا جماعه. هنزل بقى بالسكر بتاعي بكوبايتين سكر، لان انا عندي كميه كبيره من البرتقال والجزر. هنزل بكوبايتين من السكر كده هنا اهو. وهنزل بكوبايه ميه. اخر خلطه دي بقى اللي هي ينزل فيها كوبايه الميه وكوبايتين السكر، بس كده على الخليط بتاعي كله.
كده بقى انزل ببقيه الخليط بتاعي اللي فيه السكر. هو اخر شفشق ده هو اللي فيه السكر بس، وفيه كوبايه ميه. ما حطيتش لا سكر ولا ميه في اي حاجه من الخليط التاني، مفيش غير اخر حاجه دي حطيت فيه السكر اهو. كده بقى معاكي عصير برتقان بالجزر مركز. تعبيه بقى في ازايز، تعبيه في برطمانات، تعبيه في اكياس، تعبيه زي ما تعبيه وترميه في الفريزر. ووقت الحاجة هتطلعي العصير بتاعك يفك ويكون عندك جاهز وجميل جدا. والبرتقال ما بيمررش يا جماعة طالما احنا شايلين البياض اللي فيه اللي تحت الجلد، الجلد الابيض اللي فيه. طالما احنا شايلينه عمره ما يمرر معانا. ولو فضل معاكي سنة في الفريزر عمره ما يحصل له اي حاجة، لا الجزر هيحصل له حاجة ولا البرتقان هيحصل له حاجة. ومعانا كمية السكر حسب الرغبة، انا حطيت السكر حسب ما احنا ما بنحب. شوفي انت عايزة تسكري قد ايه وحطي الكمية دي هتعمل لك حلو. كمية كبيرة جدا. انا كان معايا هنا 3 كيلو برتقان وكيلو وربع من الجزر، عمل معايا الكمية دي مركز جدا، معلوش مية ولا عليه اي حاجة، عليه كوباية مية وعليه السكر بس، ما ضفتش عليه اي حاجة، هو مركز 100%. تمام كده. هقدمه بقى مع الكيكة وارجع لكم تاني. وبكده يا حبايب قلبي يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. يا رب يكون نال اعجابكم، ويا رب يكون طريقتي نالت اعجابكم. لو عجبتكم حطوا اللايك يا جماعة، اللايك مش بفلوس، اللايك بيرفع القناة وبيخلي القناة تتشاف. فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، اي فيديو انزله يوصل لكم. لو ما فعلتوش زر الجرس اي حاجة هنزلها مش هتوصل لكم، هتقابلوني بالصدفة كده في اليوتيوب فمش هيوصل لكم اشعار مني، فلازم تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعار من قناتي ان انا منزلة فيديو ان انتوا تتفرجوا عليه. يا رب يكون الطريقة بتاعتي نالت اعجابكم في الكيكة أو في العصير. دمتم سالمين، دمتم في حياتي نعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.